جارتي ام ضب ماسكه بنتي كل شويه تتنمر عليها: يا ام شعر اكرت، يا ام شعر اكرت. واكيد انت طالعه لامك شعرها اكرت. قلت لها: انت بتتنمري على بنتي وبتقولي لها يا ام شعر اكرت؟ والله لو اوريكي بنتي وامها هيبقوا عاملين ازاي. لا خليكي كده تبقي عايزه ترمي نفسك من البلكونه عشان تحرمي تقولي لبنتي كده تاني يا ام ضب، وهي اساسا بضب وشفاتير، ما اعرفش هي جايبه الثقه دي منين. المهم بقى رحت جايبه فيروز، قلت لها: بصي يا فيروز، عايزه اعمل لمريومه بنتي فيلر. عايزه حاجه كده بيور. الفيلر ده بيبقى حاجه معالجه كده للشعر، بيتحط على الشعرايه وبعد كده بينشف، بعد كده بيتغسل، بعد كده بنعمله بالبيبي ليس، بيبقى الشعر بيرجع زي وهي لسه مولوده كده، شعر اطفال. زي ما انتم شايفين عملت لي ميك اب، وعملت لمريومه شعرها، وبعد كده بعد ما عملت الفيلر لمريم لشعرها، راحت غاسله بالشامبو والبلسم وبقى بالشكل ده. شايفين الشعر قبل وبعد؟ هيفضل كده على طول، تصحى كده